مسلحون يهاجمون مؤسسات مهمة في السودان، لن تصدق ماذا وجدوا. أزاحت مؤسسة فنية في العاصمة الخرطوم الستار عن تفاصيل جديدة بشأن مهاجمة مقرها من قبل مسلحين بالتزامن مع فعالية فنية. وتعرض جالوس جاليري المتخصص في مجالي الثقافة والفنون بشارع كاترينا وسط الخرطوم لهجوم مسلح أمسية الاثنين الماضي على يد مسلحين مجهولين، الأمر الذي نجم عنه إصابات وعمليات نهب وتخريب واسعة. وعبر بيان صادر عن المؤسسة اطلع عليه سودان تربيون عن صدمتهم من الواقعة، مؤكدا بدء إجراءات قانونية ضد الجماعة المعتدية. وقال البيان إن الهجوم شارك فيه ما يزيد عن 30 شخصا مسلحين بأسلحة بيضاء، بالتزامن مع افتتاح معرض ما بعد الأسطورة للفنان محمد صديق. وكشف عن اعتداء المجموعة على العاملين والموجودين في المعرض، مما تسبب بإصابات طالت صديق الذي أصيب بكسر في ساعده الأيمن بجانب تهشيم وتخريب الآثاث، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية بجانب نهب أعمال فنية وآلات موسيقية. وأعلنت المؤسسة استمرار افتتاح أبوابها للجمهور، وتقدمت باعتذار لجيران المعرض عما وصفوه بالإرهاب والإزعاج الناجم عن الهجوم. ويعرف جالوس نفسه بأنه معرض للفنون يعمل على خلق مساحة ثقافية متعددة ومتنوعة النشاط لتشكيل حاضنة للشباب والشابات ليسهموا في رفع المعارف الإنسانية. وفي وقت سابق أصيب شخصان بطلقات نارية في منطقة جنوب دارفور. وقال مواطن في المنطقة لراديو دبنقة إن مسلحين أطلقوا النار على المواطن يوسف آدم في عملية نهب مسلح، مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. وقال إن فزع أهلي برفقة جندي من الدعم السريع طارد الجناه وتمكن من القبض على أحدهم بعد إصابته بطلق ناري. وفي سياق منفصل، فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية آلافا عدة تظاهروا وسط العاصمة الخرطوم للتنديد بالأوضاع المعيشية في البلاد والمطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين السلميين ورفضا للاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين، وذلك استجابة لدعوة لجان المقاومة وقوى سياسية مناوئة للتفاوض مع من تطلق عليهم الانقلابيين. وقال شهود عيان إن المركب انطلق من ميدان جاكسون والسوق العربي بالقرب من القصر الرئاسي في تحد واضح للتعزيزات الشرطية المكثفة التي حشدتها السلطات هناك وحول القصر للحيلولة دون وصول المحتجين إليه. وحثت تغريدة على تويتر على مشاركة المواطنين في المظاهرات والمناوئة للأوضاع المعيشية القاسية، بحسب الهتافات التي رددها المتظاهرون: يا مواطن ضاقت بك، الخروج إلى الشارع فرض عليك. واستقبلت الأجهزة الأمنية والشرطية الاحتجاجات باتخاذ إجراءات أمنية مشددة أعادت للأذهان مواجهتها للمتظاهرين قبيل توقيع الاتفاق الإطاري، وسارعت إلى إغلاق جسور رئيسية تربط مدن الخرطوم الثلاث، وأوقفت حركة السير في معظم الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي. ونشرت منذ وقت مبكر أعدادا غير مسبوقة من القوات الأمنية، وأغلقت السلطات الأمنية وسط الخرطوم تماما، وتكدست السيارات وحافلات النقل وسدت الطرق.